هذا الفيديو غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي فاتوا. الفيديوهات اللي فاتوا كنا كنسكروليو بشكل عشوائي، غير كنسكروليو واللي طلعت لينا كنرياكطيو عليها، ولكن في هذا الفيديو غنسكروليو بشكل خاص، يعني غنختاروا اشنو غادي نسكروليو. كيفاش؟ معظم الناس، واحد 99% ديال الناس كيعجبهم شي بوست، شنو كيديروا ليه سيف، كيسوف غارديو، كيخزنوه عندهم حتى شي نهار يرجعوا ليه. هادشي اللي كيقولوا مع راسهم، كيقول لك انا خزن هذا البوست هذا زوين، شي نهار وغادي نرجع لهذاك البوست ونقراه مزيان ولا نتفرج في ذاك الفيديو مزيان، ولكن ما كيرجعش ليه، وكيسيفي بوست وكيسيفي بوست اخر وكيسيفي بوست اخر، حتى كيجمع واحد المئات ولا الالاف ديال لي بوست اللي مدير لهم سيف وما عمرو رجع ليهم، حيت ما كيلقاش الوقت فين يرجع. وحتى انا راه بحال معظم الناس، حتى انا اي بوست كيعجبني كندير ليه سيف، شي فيديو كيعجبني كندير ليه سيف، زعما شي نهار غادي نرجع ليه وما عمرني رجعت ليه. ولكن طاحت عليا واحد الفكره، وهي انني غادي نرجع لهاد لي بوست كاملين من اول نهار بديت كندير سيف حتى لدابا، غادي نرجع ليهم ونشوف بالواحد. ولكن الا بغيت نرجع لهاد الشيء كامل كاينين الالاف ولا المئات، يعني خاصني واحد السيمانه، فيديو فيه سيمانه ما يمكنش. لهذا غندير مجموعه من الفيديوهات، كل فيديو غادي نرجع ونشوف واحد 10 ولا 12 ولا 15 بوست، نشوفوا معكم ونهضروا على داك البوست الا كان ما يتقال، ولا نديروا عليه رياكسيون، ولا غادي نقولوا شنو كاين في هذاك البوست. يعني غادي نشارك معكم ردة الفعل ديالي، وانا كنشوف هذوك المنشورات اللي داير لهم سيف. اوكي متفقين؟ ليتس جو. I was famous، يعني واحد الانسان كان مشهور العاقبه ديالو كيموت. I was rich، واخا تكون لاباس عليك غادي تموت في الاخر. I was beautiful، كاع الناس اللي كانوا زوينين وكاع الناس اللي زوينين راه غادي يموتوا، ولا كاع الناس اللي كانوا زوينين راه ماتوا، كلشي كيموت، سوا زوين سوا خايب، لهذا ما تغترش بالجمال ديالك. I had a big house and cars، كانوا عندي منازل كبيره وكانوا عندي سيارات واعرين، كلشي مشى، انا ميت. I was graduated from Oxford، هذا تخرج من اوكسفورد وتا هو مات. ها هو تخرج من اوكسفورد، جامعه واعره وكذا، وفي الاخر مات. but nothing saved me. دابا هذا شخص واحد كان عنده هذا الشيء كامل، كان ريتش وكان زوين وتخرج من اوكسفورد وعنده الديور وعنده طوموبيلات، ولكن حتى حاجه من هذا الشيء ما عتقاتو من الموت. because هذا الشيء علاش every soul shall taste death and return to Allah. قال لك كل روح خاصها تذوق الموت وترجع الله عز وجل. لهذا اي حاجه عندك ما عمرك تغتر بها، ما عمرك تقول انا واعر عندي كذا. راه قارون كانوا عنده من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه الى القوه، كانوا عنده الكنوز والذهب اللي غير السوارد ديالها كيتحاموا عليهم بنادم، يعني شحال ديال الكنوز كانوا عنده، وفي الاخر مات، في الاخر تخسفات به الارض. لهذا ما عمرك تغتر بداك الشيء اللي عندك نهائيا. ديما قول الحمد لله، ديما احمد الله، ديما خرج الزكاه، ديما اعطي للناس. يعني ما عمرك تغتر ولا تقول انا واعر درت هذه ولا انا واعر هذا، لا، داك الشيء في ظلم الله وحتى حاجه ما غدوم لك، كيبقى لك غير الاعمال اللي درتي في حياتك. هذا اول منشور. نشوفوا ثاني منشور، ردود فعل نساء لندن في عام 1964 فشاهدوا فستان مكشوف الصدر. You'd never walk in the street with them on? But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. To go and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. سبحان الله، كاملين عندهم نفس الرأي. فستان مقرف، حتى واحد ما غادي يلبسو، حتى شي وحده عندها عقل ما غتلبسو، هذا الشيء مقزز، هذا الشيء لا علاقه ومستحيل غينتشر. هذه النظره اللي كانت عندهم في 1964. شو دابا شنو ولا؟ باش تعرف ان الاعلام والشركات والنظام الراسمالي اللي بغى يدخل لك واحد الفكره لراسك، راه كيبقى يدخل فيها بشويه مع الوقت حتى تولي عاديه. دابا الناس ولاو للاسف بزاف عندهم هذا الشيء عادي، مع العلم انه ماشي عادي مالوغوزمون. امريكا الساعه 15 كلشي عايش حياته، حتى واحد ما كيتدخل في حياه الاخر، ما كاينش جرائم، ما كاينش تحرش، ما
الناس مهتمين بالصحة والرياضة، حيوانات عايشة بدون عنصرية، أماكن نظيفة محافظين عليها. يمشي يجي نهار ونقدروا نعيشوا بحالهم. هاد الهضره كامله ماشي صحيحه كامله. الجرائم كاينين في ميريكان، كاين بزاف د الحوايج، ولكن كاين بزاف د الحوايج اللي صحيحه. يعني بنادم كتلقى اغلب المناطق بنادم نقي، كيلوح الزبل في بلاصتو، كيحترم الدور ديالو، كيحترم الصف، كاين احترام، كاين الناس كيحافظوا على النظافه ديال المدينه، الناس داخله سوق راسها، كاين اللي كيقرا، كاين اللي كيلعب، كاين اللي كيدير الرياضه، كله شنو كيدير. ما كاينش بنادم حاضي بنادم. للاسف هادشي اللي فايتيننا به هما. كتلقى بنادم مشغول، عنده حياته مشغول فيها، كيدير هادي كيدير هادي، ما عندوش الوقت فين يبقى حاضي واحد اخر ولا واحد اخر. هنا لا، هنا كتلقى 80% ديال الناس حاضين واحد النسبه، وشي حاضي شي. مالوغوزمون نهار غنتعلموا كل واحد غيدير داكشي ديالو، كل واحد غيقابل شغله، غنمشيو بعيد. اما لا بقينا شي حاضي شي راه ما غنمشيوش بعيد. ونهار نحافظوا على النظافه، تعتبر ان المدينه ديالك ولا الزنقه ديالك ولا الشارع اللي انت فيه راه بحال دارك، حافظ على النظافه ديالو، غنمشيو بعيد. البارح شفت واحد المنظر واعر، والله الا واعر، للاسف ما كانش عندي امكانيه نصورو. منظر واعر. شنو هو؟ شفت واحد الشخص اعمى ما كيشوفش، داير عكاز، كنعرفو مزيان هنايا في المدينه، كيدير عكاز. وانا كنت غادي بعيد وهو جاي قاطع الشانطي بواحد الكروسه فيها الزبل، قطع الشانطي لاتجاه البركازه، غادي بالعكاز غادي بالعكاز. انا راه باقي جاي بعيد وغادي كنقرب وكنشوف، وصل لحدا للاسف تقطع لي الفيديو مع التليفون، كنساه واحد شويه كيطفى. كنتمنى نرجع من البلاصه اللي كنا فيها. كيف ما قلت لكم واحد السيد عمى كان قاطع الشانطي وانا حاضي من بعيد. ملي كان قاطع الشانطي جاي مع واحد كروسه فيها الزبل، وصل البلاصه اللي فيها البركاسه ديال الزبل، وقف كروسه وبدا كيدير بالعكاز بيدو، كيقلب على هذيك الثقبه ديال البركاسه، لقى الثقبه، هز داك الزبل اللي في الكروسه وخشاف لداخل. هذا المنظر كيبان لك عادي، ولكن بالنسبه لي انا ماشي عادي. علاش؟ لان كاين بزاف ديال الناس كنشوفهم بعينيهم وكيشوفوا مزيان، غير كيقرب البركاسه وكيلوح هذاك السطل، كيلوحوا برا ولا كيلوحوا في الجنب. للاسف هذه راه قمه الجهل وقمه الاميه وقمه التخلف. دايرين لك بركاسه صاحبي، سير البركاسه ولوح الزبل لداخل. والمشكله شنو هو؟ كيبقى يتعرم هذاك الزبل برا ديال البركاسات، وبنادم كيبدا يتشكى، والدوله ما دايرهش خدمتها، والناس ديال الزبل ما كينظفوش، وتا هو الاول حط الزبل لداخل في البركاسه، عاد باش تشوف هما واش غينظفوا ولا ما ينظفوش. تتكون لداخل عامر ديك الساعه بامكانك تحط حداها، اما لداخل خاوي. بعض المرات كنلقى لداخل خاوي والجناب دايرين عامرين. مالوغوزمون هذا مشكل ديال العقليه ديال هاد الناس خاصها تصلح. مشكل فقط ديال العقليه، ماشي شي مشكل ديال شي حاجه كبيره. نقادوا العقليه ديالنا ونحافظوا على النظافه بكل بساطه. اما امريكا راه ما فيتيناش بزاف د الحوايج، راه بنادم العقليه وكل واحد يقابل شغله وكل واحد يقابل خدمته، والمسؤولين يديروا خدمتهم، راه غنمشيو بعيد. ولكن كلشي كيلقى اللوم على كلشي. شوف هذا البوست، قال لك الخوارزميات كتضربك باش تشوف الجنس الاخر كعدو، كيعزلوا الغضب على العقل. مشى التليفون اطول مده ممكنه، طن 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 طن. بصح الخوارزميات كيلعبوا على القضيه هذه. الا شتي شي منشور مثلا، انت راجل وشتي شي منشور كيعير رجال، منشور ديال العيالات كيعير رجال، كتفاعل معاه، كتقول لا وهادي وانتم غالطين كذا، كتفاعل، يعني كيستفزك. الخوارزميه شنو كدير؟ كتجيب لك منشورات بحال هادو باش يستفزوك وتبقى تفاعل. علاش؟ حيت الهدف ديالهم راه ماشي هو الراي ديالك ولا التفاعل ديالك كيدير، لا، الهدف ديالهم هو تبقى انت في التطبيق، تبقى اطول مده ممكنه. هادشي علاش كيجيبوا لك داكشي اللي كيستفزك، وانت كتظن ان داكشي اللي كيستفزك راه هو اللي كاين، وان كاع الناس وكاع العيالات بحال هكاك وكاملين ضد الرجاله، وتا العيالات تما كيجيوهم منشورات كاملين ضد العيالات، وتولي واحد العداوه. كيبان لنا راه كلشي ضد كلشي، ومن لا، راه غير كيجيبوا لك المنشورات اللي كتستفزك باش يخليوك داخل التطبيق فقط. يعني الا شتي هذوك المنشورات بزاف راه حيت انت كتفاعل معاهم، اما لا درتي لهم انيور ودرتي راسك مشيهمش، مع الوقت ما يبقاوش يطلعوا لك. لهذا حاول تخدم عقلك وما تبقاش غير تابع الخوارزميه وتابع الموجه. يبدو هذا المبنى وكأنه يدور، لكن في الحقيقة مجرد أشخاص يسيرون حوله.
والله حتى بصح كيبان بحال كيدور، إلا ركزتي مزيان فيه هو راه تابس، راه غير الناس اللي كيدور. واه خداع البصري. الخوف من زيد ها واحدة أخرى، لا شيء يتحرك هنا فقط عقلك يخدعك. والله حتى بصح الدراري حتى حاجة ما كتحرك. ها انت لا ركزتي فيهم راه كل واحد واقف في بلاصة وحدة كيطفى ويشعل، ولكن انت كيبان لك راه بحال غاديين طالعين. شوف الخداع ديال العقل راه في شكل. زيد وصلنا لهنا. مات اليوم واحد الدري حدانا تقريبا في التقاده ديالي 25 26، دخل الدوش دوش هو يموت وسط الدوش. فاش كتخرج لبرا كتلقى كلشي كيجري، كلشي كيقلب على الطرف ديال الخبز، كلشي كيدابز على الحياه، وما كيفكروش باللي راه غيجي واحد النهار غادي يموتوا حتى غيلقاو راسهم ماتوا. يعني يكون واقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك الدري مات وسط الدوش عنده 25 عام، يعني تقدر تموت في أي بلاصة، كتكون واقف حتى كتموت. الله يرحم جميع الناس اللي ماتوا وجميع الناس اللي عزيزين، الله يرحم الجميع. أي واحد فقد شي واحد عزيز عليه الله يرحمه يا ربي. هاد الموت ديال الصغر راه كثرات بزاف، ولا الناس كيموتوا صغار بزاف، كيموتوا على غفلة بزاف. لهذا بنادم يحاول أنه ما يموتش موته خايبه، يحاول انه يدير اعمال زوينه، يحاول يصلي، يحاول يدير اعمال مزيانه، يحاول يخدم على الاخره ديالو. البنادم يقدر ما يعيش 60 عام 70 عام، يقدر يموت في اي لحظه. لهذا الله يحسن الخاتمه ديالنا. يطيح يموت وما هز معاه والو، ما هز الحسنات، ما هز صلاه مقاده، ما هز شحال من حاجه. كيبقى تجري ورا الدنيا، تجري 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 وكتنسى راسك، كتنسى باللي واحد النهار راه غادي تموت وغتمشي للقبر وغادي تلاقى الله. اش غادي تقول لي ديك الساعه؟ كنت كنجري مورا الدنيا، كنت باغي نوكل ولادي، باغي نصوفي راسي، باغي نصوفي الوالده. كتشوف شي حوايج كتبقى تشوف بنادم مات، كتلقى الاخرين كلشي كيجري مورا الحياه. هاد القضيه هي كاينه، راه الانسان كيسحب لي راه هو اللي كاين في هاد الحياه، وراه هو دايم، ولا ما عرفت شنو هو، ولا مشى راه ما عرفت شنو غينقص من الحياه. راه حتى حاجه ما كتنقص، راه كيموت فلان وكيموت فلان، بنادم غادي يعيش، بنادم غادي يحال فمه، حتى واحد ما مسوق. راه كتلقى اعز الناس وكيدوز الوقت كينساو هذاك الشخص، والناس كيموتوا كل نهار، المئات الالاف كيموتوا، الحياه غاده. راه هاد الارض، هاد البلاصه اللي انا فيها دابا، راه ممكن يعيشوا فيها اجيال واجيال وماتوا. الحياه عجيبه وغير عجيبه. بعض المرات فاش كيموت شي واحد كنت تعرفه ولا عزيز عليك، كتسحاب لك انت راه كلشي خصو يكون كاعي، ولا كلشي خصو يكون حزين ولا شي حاجه. لا، كتلقى الناس كتضحك، عايشه الحياه بخير، حتى حاجه ما خاصها. وتا هما فاش كيموت لهم شي واحد كيسحاب لهم راه كلشي غادي يحزن. لا، راه كلشي عايش، كلشي غادي في الحياه، حتى واحد مسوق. مره كيموت واحد هنا، مره كيموت واحد هنا، مره وغادا الحياه. الله يحسن الخاتمه ديالنا وصافي. يراجع نفسه شويه ويشوف من الجهه الدينيه وجهه الله شويه، باش تا نهار تجيه شي بغته ويموت لا قدر الله بغتة، يلقى بعدا راسو هز معاه شي حاجه، ما يمشيش الله. مات بصح بنادم يخدم على الاخره ديالو، باش الا جاتو الموت على غفله يكون هاز معاه شي حاجه. السيد باغي يتزوج بها وهو لاباس عليه، عنده الفلوس، ولكن لا دين لا ترابي لا اخلاق لا حتى شي حاجه، غالبا غيقبلوه وغيشجعوها وغيقولوا لا توكلي على الله، دابا الله يهديه. وهاد دابا الله يهديه ما جايش من الايمان، جايه من الطمع، جايه من تلاعب بالايمان، حيت نفس بصح هاد القضيه والله الا بصح. دابا شي واحد كيبغي يتزوج كيكون لاباس عليه، كيشرب ولا كيدير شي حاجه خايبه ولا خايب هو اصلا، اش كيقولوا؟ دابا الله يهديه. علاش؟ لانهم عارفين ان الله كيهدي، الله الهادي. ولكن غنشوفوا واش غيهضر على هاد القضيه ولا لا. هاد البنت الا غيجي لعندها انسان اخر اللي عنده الدين وعنده الترابي وعنده الاخلاق، ولكن مازال ما عندوش الفلوس لان يلاه كيبني في راسو، غالبا ما غيقبلوش، ما غيشجعوهاش، ما غيقولوش ليها توكلي على الله دابا الله يرزق. يعني ما كاينش ايمان بالغيب،
كاين ايمان بالماديات، كاين شحال عندك ديال الفلوس شحال تسوى. والله الا بصح اغلب دابا حاليا الاغلب عندهم التفكير هذا. الا جا شي واحد خايب خاسر ولكن عنده الفلوس بزاف، كيقولوا للدريه غير تزوجي به دابا الله يهديه. يعني زعما راه كيامنوا بان الله راه الهادي، اسماء الله الحسنى الهادي المبدئ المعيد الودود الرحمن، ياك اسماء الله الحسنى كيامنوا بها، كيقولوا دابا الله يهديه، كيامنوا بان الله غيهديه. ولكن الا جا شي واحد عنده الاخلاق وعنده الدين وزوين في كل شيء ولكن ما عندوش فلوس، يقولوا لا ما خدامش لك. وهنا كيبان لك التناقض، لان الله راه هو الرزاق. نورمالمون الا كامنوا بان الله واسماء الله الحسنى راه يقولوا دابا الله يرزقه. لا كايناش دابا الله يرزقه، دابا الله يهديه صافي. اما الرزق خاص يكون عنده، ما عندوش حيد عليا، ما يقدر ما يرزقوش الله. عندنا واحد المشكل في الايمان، كما قال لك الايمان بالغيب. شحال عندك ديال الدين شحال تسوى ما عندناش، شحال عندك ديال الاخلاق شحال تسوى ما عندناش. ما بقيناش كنامنوا بالغيب، ما كنامنوش بان هذا اللي اليوم عنده الفلوس راه غدا يقدر يصبح ما عنده حتى ريال، وهذا اللي اليوم ما عنده حتى ريال راه غدا يقدر يصبح لاباس عليه. كاينش ايمان بالغيب، الوغ كو الله سبحانه وتعالى في القران كيسبق الايمان بالغيب، كيسبقوا حتى على الصلاه. الذين يؤمنون بالغيب عاد باش ويقيمون الصلاه. ولكن للاسف لما تعاود زبور كداود علاش البنت راه بصح هاد القضيه، والله عز وجل في القران راه اقسم بحاجه وحده، شنو هي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق راه ما عمره يكون مضمون ولا شي حاجه، الرزق ديالك في السماء. يقدر واحد يبان لك دابا فقير شويه يولي لاباس عليه، وكتوقع بزاف. شحال من واحد مشى عند شي وحده باغي يتزوج بها وكان فقير ورفضاتو، وملي ولا لاباس عليه بزاف ولاو كيقلبوا عليه باش يتزوج بها، ولكن هو عرف الحقيقه ديال ديك العائله ومبقاش قرب عندهم. والعكس صحيح، شحال من واحد تزوج وطمعوا فيه وقالوا لاباس عليه، وملي رجع فقير ناضوا المشاكل والطلاق والروينه وداك الشيء. علاش؟ لانهم مجوجين على الطمع، ماشي ان الشخص عاجبهم ولا شي حاجه. هادشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق هما اهم حاجه. انا فاش كيكونوا عندي الفلوس راني غادي مسافر، وانا فاش ما يكونوش عندي الفلوس راني غادي مسافر. السفر راه ثقافه، راه ماشي خاصو الفلوس بزاف، راه تجري راسك شويه الفلوس راه تعيش الحياه. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي تحسن الخاتمة ديالنا والخاتمة ديال أي واحد كيتفرج، يا ربي يا ربي الخاتمة ديالنا تكون زوينة. شحال زوينة الواحد يموت وهو ساجد ولا يموت وهو كيدير شي حاجة زوينة. الجماعة بتوع ارجع صلي، أكن الصلاة دي من أسهل العبادات في الدنيا، فاكرين لما أقولوا ارجع صلي أنا المفروض الله أكبر، مع إن ربنا لو ما خلقش عبادة غير الصلاة هي تقيلة على قلبي يا جدعان. أنا مدرك جدا إن الصلاة هي الصلة بين العبد وربي، ومدرك إن أنا لو ما صليتش هدخل النار، ومدرك إن الصلاة ركن من أركان الإسلام. أنا مسلم وبحب الصلاة بس مش قادر. أنا ممكن يكون الظهر بيأذن وأنا مش ورايا حاجة وقاعد في العربية مفضي نفسي عشان أصلي، ولكن مش قادر أصلي. أنا مش فاهم الصلاة هي اللي تقيلة ولا قلبي اللي تقيل. فبدات اشوف وراجع الدين وراجع الصحابه كانوا بيعملوا ايه، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ارحنا بها يا بلال. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول فجعلت قرة عين الصلاه. يا جدعان روح قلبه الصلاه. طب ده النبي. نشوف الصحابه. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كنا اذا ضاقت بنا صلينا، يعني دول ناس صلوا الخمس صلوات وخلصوا صلواتهم، ولكن لو متضايقين شويه تعالوا نقوم نصلي. دي حاجه فيها راحه. طب ليه انا مش حاسس بيها؟ طب دول انبياء وصحابه. الزمن ده يا جدعان في ناس بتسمع الاذان بتدخل على طول، في ناس بتستنى الاذان. انا ليه مش منهم؟ انا مش فاهم. خلاص يبقى الصلاه كونسبت ان هي راحه، خلاص ده الصحابه وانبياء والناس. طب ايه المشكله عندي؟ فبدات اقرا في القران، فقرات في سوره صاد قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وهنا ارتاح قلبي. ربنا خلق لنا الشيطان مش مخليني اعرف اصلي، لان الشيطان حاجه قويه جدا.
قرأت في سورة الحجر الشيطان وهو فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. ده قوي جدا يا جدعان، مشهد إن الملائكة كلها ساجدة لربنا وهو واقف كده مرضيش. ده متكبر وحالف بربنا إنه ما يخليناش نصلي يا جدعان. ده مخلوق قوي أهو. ده حجة. أنا بالنسبة لي لما لو وقفت قدام ربنا هقول أنت خلقت لنا الشيطان، فربنا يرد عليه على طول في سورة إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان بيقول للناس اللي داخله معاهم النار اللي هو ان شاء الله مش احنا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا كان عمري ما اعرف اخليك ما تصليش. انا هو كشيطان ما يقدرش يمسك ايدك ويقول لك ما تدخلش تصلي. هو اخره يغويك ويقول لك نام نص ساعه عن الفجر بس ولما تصحى تصلي. اخره يحسسك ان صلاه الظهر مش اهم من الشغل. اخره يحسسك ان صلاه الظهر مش اهم من الشغل. اخره يحسسك ان صلاه العصر ان ممكن تصليها لما تروح، فلما تروح يأذن عليك صلاه المغرب فيقول لك انت ما صليتش فجر وظهر وعصر، جت على المغرب، فيجي العشاء تندب نفسك فيقول لك لا ابدا من بكره، فتيجي تبدا من بكره تموت. ومن هنا ادركت هو ليه بيقولوا ارجع صلي بكل سهوله. الناس دي ادركوا حاجه احنا مش مدركينها. الناس دي ادركوا ان الصلاه فعلا سهله، وادركوا ان مفيش حجه لينا ان احنا ما نصليش. طب انا ليه ما اصليش؟ اسال نفسك. بصح هاد القضيه هادي كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ارحنا بها يا بلال، وكيفاش الصحابه كيرتاحوا بالصلاه، والاغلبيه ديالنا كتجي الصلاه ثقيله. كاين اللي ما كيقدرش كاع يصلي كاع، خلي اللي كتجيهم الصلاه ثقيله. كاين اللي ما كيقدرش يصلي كيقول لك و5 دقائق كامله وانا نصلي، مع العلم انه كيدوز ساعات وساعات في حوايج اخرين عادي، والصلاه كتجيه ثقيله على قلبه للاسف. كنتمناو اللهم حببنا في الصلاه يا ربي، تدخل قلبنا ونوليو نرتاحوا فيها، ونوليو خشوع في الصلاه يا ربي يا ربي يا ربي. الا ولينا كنستمتعوا بالصلاه هذيك راه من احسن الحوايج، تولي تستمتع بالصلاه ترتاح في الصلاه. وديجا درت فيديوهات في رمضان على هذا الموضوع هذا، كنتمنى تراجعوا ليهم. حامله ياك كتوحم وجاو عندي لي كيفاش الخوت دابا انا مارشي حامله ياك كتوحم وجاو عندي لي الدار الوالد والوالده وخوتي، وهي مسكينه مشاهيه كتوحم على العصير ديال لافوكا. دابا غادي نعطي لها من الشرجم اللور باش شي واحد ما يشوفو باش تصرف. والله حتى كنموت عليها. شربوا قبل ما يديرها. وشحال بنين من نيتكم، انا اصلا كاع ما مزوج. يا مرتي. I went from this. I went from this to this. I went from this. فاش كيسالي الكونجي كتمشي كترجع من البحر ومن الطبيعه ومن المناظر كترجع للعمل. هذه سنه الحياه. المهم غنحبسوا هنا، وقيلا طولنا بزاف في هذا الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، حتى انا استفدت معكم. دابا غادي نحيد هادو من داكشي اللي مداير لي سيف، غنحيدهم باش ان شاء الله في الفيديو الجاي ندوزو لحوايج اخرين. غنبقى غادي معكم في داكشي اللي داير لي سيف حتى نساليو. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم. واش تبغيو نكملوا في هادشي ولا لا؟ هادشي اللي كاين. تهلاو.